جواسيس في الظل. حكايات مش بتتقال عن أبطال غير مرئيين. أهلا بيكم في قعدة كنبة مع نانسي العشر. النهاردة عندنا موضوع مليان غموض وتشويق، حاجة كده شبه أفلام الأكشن، لكن الفرق إنها حقيقية 100%. في حاجات بتحصل حوالينا في الدنيا وإحنا مش بنحس بيها، حاجات بتحرك التاريخ من ورا الستارة. النهاردة هنتكلم عن عالم مليان أسرار وخبايا، ده عالم حرب الجواسيس. مين هم الجواسيس يا ترى؟ وازاي بيشتغلوا؟ وازاي ممكن حد شكله عادي جدا يكون هو المفتاح لتغيير مصير دول بأكملها؟ خليكم معايا عشان ندخل مع بعض لعالم الظل واللعب بالنار، واللي دايما في كل خطوة ليها تمن، وكل سر ليه تمن أغلى. جاهزين؟ يلا بينا. قبل ما ندخل في الحكايات خلونا الأول نعرف يعني إيه جاسوس. الجاسوس ده شخص بيشتغل في السر عشان يجيب معلومات سرية، سواء عن أشخاص أو عن دول أو جيش أو حكومة أو شخصيات كبيرة، يعني عيون خفية بتشوف اللي محدش بيشوفه. تعالوا بقى نتكلم عن الحكايات المشهورة وأشهر الجواسيس في التاريخ. أول شخصية معانا الجاسوسة ماتا هاري، واسمها الحقيقي مارجريتا زاري، واتولدت في هولندا سنة 1876. كانت في البداية بنت عادية جدا من أسرة متوسطة، لكن حياتها اتغيرت تماما بعد ما اتجوزت من ضابط في الجيش الهولندي، والجواز ده كان مليان مشاكل وخلص بالطلاق. طيب ازاي بقى بقت جاسوسة؟ بعد طلاق ماتا هاري سافرت لباريس عشان تدور على شغل، ولقت نفسها بتشتغل كراقصة استعراضية، واختارت اسم ماتا هاري اللي معناه عين النهار، وده بلغة المالاي اللي هي جنوب شرق آسيا. شهرتها زادت بسبب أسلوبها الغريب والجريء في الرقص، وكان ليها معجبين كتير قوي من الطبقة الراقية ومنهم سياسيين وعسكريين. في الوقت ده كان بداية القرن العشرين، بدأت الحرب العالمية الأولى، وماتا هاري كانت في مكان مثالي لأنها كانت بتسافر كتير قوي، يعني محدش يقدر يشك فيها. وسفرها بين الدول الأوروبية خلت المخابرات الألمانية تعرض عليها إن هي تكون جاسوسة لحسابهم، وبعد كده المخابرات الفرنسية عرضت عليها برضو إنها تكون جاسوسة لحسابهم، فبقت جاسوسة مزدوجة. إيه بقى اللي عملته ماتا هاري بالظبط؟ استخدمت جمالها وجاذبيتها عشان تجمع معلومات من كبار الشخصيات والسياسيين في فرنسا وألمانيا. كانت بتنقل أخبار تحركات الجيوش والخطط العسكرية وتبعتها للألمان، لكن في نفس الوقت كانت بتحاول تكسب ثقة الفرنسيين. سنة 1917 المخابرات الفرنسية اكتشفت إنها بتشتغل لصالح المخابرات الألمانية، واستخدموا معلومات سرية قدروا يلاقوا فيها ان هي سربت معلومات حساسة جدا عنهم، واتقبض عليها واتعمل لها محاكمة. بالرغم من انها انكرت انها جاسوسة، لكن اتحكم عليها بالاعدام واتعدمت بالرصاص في فرنسا في 15 اكتوبر سنة 1917، وكان ساعتها عندها 41 سنة. تاني جاسوس معانا رأفت الهجان، وهو اسم الشهرة للجاسوس المصري رفعت علي سليمان الجمال، اللي بقى واحد من أعظم جواسيس مصر في إسرائيل. اتولد رفعت سنة 1927 في دمياط، وكان من عيلة بسيطة جدا، لكن حياته ما كانتش مستقرة أبدا بسبب الخلافات الأسرية، واضطر يسافر لعدة مدن عشان يدور على فرصة عمل. بدأ حياته المهنية في السياحة، واشتغل في السينما فترة، وكان بيعرف يتكلم كذا لغة زي الإنجليزية والألمانية والفرنسية، وده ساعده جدا. بعد كده رفعت الجمال ما كانش مخطط ابدا ان هو يبقى جاسوس، كان شكله مثالي جدا انه يشتغل جاسوس بسبب شخصيته الاجتماعية وذكائه واتقانه للغات كتير. المخابرات بقى دربته تدريب مكثف جدا على كتابة الرسائل بالشفرات واخفاء الهوية، وفي سنة 1956 اتبعت لإسرائيل تحت شخصية جديدة تماما باسم جاك بيتون، وتقدم على انه يهودي مصري مهاجر لإسرائيل. رفعت بدأ حياته في إسرائيل كرجل أعمال ناجح جدا، وفتح شركات سياحة، وده خلاه يتواصل مع شخصيات كبيرة قوي في إسرائيل في السياسة والجيش الإسرائيلي، وكان بيتظاهر انه وطني إسرائيلي، وده خلاه يكسب ثقة كبيرة
وسط الإسرائيليين. رفعت كان بيجمع معلومات كبيرة عسكرية وبينقل كل اللي يقدر عليه من تفاصيل عن الجيش الإسرائيلي، من مراكز وخطط وتفكير. ومن أهم المعلومات اللي جابها كانت عن خط بارليف، الخط الذي لا يهزم أبدا، اللي ساعد الجيش المصري في حرب أكتوبر سنة 1973. وهو على فكرة ما كانش بس جاسوس، لا ده كمان كان بيساعد في إدارة شبكة جواسيس لصالح مصر. فضل رفعت في إسرائيل لأكتر من 20 سنة ورجع مصر بعد ما أدى مهمته ونجح فيها، وكان وقتها بطل غير معروف للجمهور، وعاش في مصر في هدوء لحد وفاته سنة 1982. ولو هنكمل كلامنا عن أشهر الجواسيس فهنتكلم كمان عن أحمد الهوان أو جمعة الشوان، وده كان من أشهر الجواسيس المصريين اللي لعب دور كبير جدا في خداع المخابرات الإسرائيلية، وتم تجنيده بواسطة الموساد الإسرائيلي، لكنه كان بيشتغل لحساب المخابرات المصرية ونجح في تزويد الموساد بمعلومات مضللة، وفي نفس الوقت جاب أجهزة حديثة جدا ومتطورة في التصنت من إسرائيل لمصر. وقصته تم تجسيدها في المسلسل الشهير دموع في عيون وقحة. نيجي بقى للجاسوسة اللي بعد كده، وهي أمينة المفتي. وهي أردنية من أصل فلسطيني، كانت دكتورة نفسية واتجوزت من طيار يهودي لبناني، وده قربها من الإسرائيليين. انضمت للموساد الإسرائيلي وبدأت تشتغل كجاسوسة لصالحهم في لبنان، وتم كشفها على ايد المخابرات الفلسطينية واتقبض عليها، واصبحت قصتها من اشهر قصص الجاسوسية في المنطقة. الجاسوس اللي بعد كده وهو محمد صادق او خليل ابراهيم حسين، وهو عراقي الاصل. اشتغل كجاسوس مزدوج خلال فترة السبعينيات، كان بيقدم معلومات للموساد الاسرائيلي لكنه في الحقيقة كان بيشتغل لصالح المخابرات العراقية، ونجح في خداع الموساد لفترة طويلة جدا، وكمان ساهم في كشف شبكات اسرائيلية داخل العراق. الجاسوس اللي بعد كده إيلي كوهان، وده الجاسوس الإسرائيلي اللي في سوريا، وهو إسرائيلي من أصل عربي مصري يهودي، ورغم إنه جاسوس إسرائيلي إلا إنه اشتغل في سوريا على إنه تاجر عربي سوري اسمه كامل أمين ثابت، وده نجح في التغلغل داخل النخبة الحاكمة في سوريا، وكان قريب جدا من قيادات الجيش السوري لحد ما تم كشفه وإعدامه سنة 1965. نيجي بقى للجاسوس اللي بعد كده وهو عبد الحميد الغرابلي، وده كان جاسوس مزدوج في السبعينات برضه، واشتغل لصالح المخابرات الفلسطينية والإسرائيلية في نفس الوقت، وقصته انتهت بفضيحة بعد ما تم كشفه وإعدامه. لو هنتكلم بقى عن الجواسيس في الفترة الأخيرة، كمان تم اكتشاف جواسيس في مناطق كتير ومختلفة. يعني مثلا في أغسطس سنة 2024 كشفت دراسة عملتها شركة مانديانت الأمريكية للأمن الإلكتروني عن مجموعة قرصنة إيرانية، والمجموعة دي أدارت شركة وهمية عشان يوقعوا بمسؤولين الأمن القومي في إيران وسوريا ولبنان بهدف اختبار ولائهم وكشف أي تعاون محتمل مع أعداء طهران، وده نقلا عن سكاي نيوز. كمان في ابريل 2024 ظهرت تقارير بتشير الى ان في زيادة لنشاط الجواسيس الصينيين في اوروبا، مع اتهامات بقى بان الصين بتحاول ان هي تأثر على العمليات الديمقراطية في دول زي المانيا وبريطانيا، وده نقلا عن الجزيرة. بالإضافة لكده في أكتوبر 24 تم الكشف عن جهود إسرائيلية لاختراق جماعة حزب الله في لبنان من خلال جمع معلومات استخباراتية وزرع جواسيس داخل الجماعة، وده نقلا عن الحر. ودي أمثلة لبعض حالات التجسس اللي تم اكتشافها مؤخرا، وده بيوضح ان نشاطات الجواسيس والتجسس لسه موجودة في العالم. طب يا ترى ايه الدروس المستفادة من قصص الجواسيس العرب؟ احنا بنقول ان الجاسوسية مش مجرد جمع معلومات، الجاسوسية دي لعبة معقدة فيها خداع ومخاطرة. العرب كانوا جزء من حرب الجواسيس، سواء كانوا أبطال أو حتى كأهداف للمخابرات الأجنبية. وعشان نختم حلقتنا فإحنا أكيد كل حكاية بنتعلم منها درس مهم، وحكايات الجواسيس علمتنا إن الذكاء والفطنة مش دايما في المظاهر، أحيانا السر بيكمن في القدرة على قراءة ما وراء الأفكار والأفعال. العقل والتخطيط ممكن يكونوا أقوى من أي
قوة عسكرية. وبالرغم من كل الخداع والتضليل، في الآخر الحق دايما بيظهر حتى لو متأخر. احنا لسه ما خلصناش حلقاتنا عن الجاسوسية، ودي حلقات متواصلة، وخلوا عيونكم مفتوحة. استنوني الحلقة الجاية مع قعدة كنبة. سلام.